السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبايبي الحلوين، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده مجموعات من الوصفات احنا جمعناها مع بعض، جمعنا كذا وصفة مع بعض. تنفع في اي وقت، تنفع في العزومات، تنفع في اليوم العادي، تنفع وجبة كاملة للولاد على حسب اختيارنا احنا. هنبدأ اول حاجة بالجلاش. زي ما احنا شايفين كده، جبنا لف الجلاش وحطينا كوباية من اللبن، وحطينا عليهم معلقتين سمنة وباكت بيكنج باودر، وهنحط ورقتين نسقي بالسائل اللي احنا عملناه دوت. ورقتين ورقتين، ورقتين وندهن وورقتين وندهن، اللي هو السائل اللي معانا، اللي هو كوبايه اللبن، معلقه السمنه الكبيره او معلقتين صغيرين، وباكت بيكنج باودر، ملح، فلفل اسمر. وهسقي كده بين كل ورقتين. اول ما اخد نص لفه الجلاش او اكتر شويه من النص، نزود ورقتين عن النص يعني. هنحشي معانا الجبنه. هنا زي ما تحبي تحشي جبنه ميكس، تحبي تحشي لحمه، تحبي تحشي عصاك فراخ. الحاجات اللي انت بتحبيها. ممكن جبنه مع لانشون مع زيتون، ممكن جبنه مع بسطرمه، ممكن جبنه مع سلامي، ممكن كمان نحط جبنه قريش بالزعتر، بتبقى حلوه جدا. كل دي حشوات مختلفه للجلاش. خلاص يا حبايبي، ما ننساش اللايك والشير وسبسكرايب للقناه عشان يوصل لنا كل جديد. بعد ما حطينا الحشوه هنبدا نسقي بقيه نحط ورقتين جلاش ونسقي بالخليط اللي عندنا. هنعملها بالطريقه دي كل لفه الجلاش اللي معانا. وبعد ما نخلص اللفه كلها، بعد كده ما دهنا بين كل ورقتين، خلصنا اللفه كلها، هنقطعها طبعا. وبعد كده هناخد الخليط اللي فضل معانا، السائل اللي فضل معانا ده، اللي هو اللبن والسمنه، هيفضل معانا بقيته. انا عامله بزياده طبعا لان انا عايزه يفضل معايا باقي. الباقي دوت هروح ساقيه بصينيه الجلاش، وهدخلها الفرن. ممكن اسيبها 10 دقايق ولا حاجه بره، بعد كده ادخلها الفرن. اول ما تستوي معايا اقطعها بالطريقه دي، وتقطعيها بالقطع اللي انت عايزاها، كبيره او صغيره. هنا هنعمل صينيه لحمه مع بعض، تنفع برضو في العزومات دي بصوص البني. وهنعرف ازاي نستغنى عن الديمجلاس، ممكن نعملها من غير ديمجلاس. هنعملها ازاي؟ احنا هنا خلاص حمرنا اللحمه من ناحيتين، وهاخد حطيت سمنه وزيت. خلاص يا حبايبي، يبقى انا كده حطيت معلقه زيت، معلقه سمنه، شوحت فيها اللحمه لغايه لما ادتني اللون البني. وبعد كده بشيلها من الصينيه، بحط معايا البصلايه او بشوحها. ما بغيرش الصينيه لان انا عايزه تحمير اللحمه اللي انا عملته. بعد كده بعد ما بشوح البصلايه نص تشويح، احط فص ثوم، واحط كمان كان عندي مشروم حطيته. وهزود معلقه ميه، وهزود نص كوبايه ميه، وهرجع اللحمه تاني. لما الميه تغلي ارجع اللحمه تاني. بعد ما ارجع اللحمه، هنا كانت معايا بعد ما اللحمه خلاص استوت، حطيت نص كوبايه ميه، وحطيت عليها نص معلقه نشا، وقلبتهم كده وفضيتهم على اللحمه. والبهارات بتاعتنا 7 بهارات، ملح، فلفل اسمر، مش اكتر من كده. خلاص ناخد الوصفه الجايه معانا. هنا كان معانا بصله كبيره قطعناها، حطينا معاها فص مستكه، وهنا فلفل اخضر قطعناه برده وشوحناه، حطينا معاهم صلصه، حطيت ملح، فلفل اسمر، رشه كزبره، 7 بهارات، وهقلبهم لغايه لما الطماطم بتاعتي تتسبك. بعد ما الطماطم بتاعتي اتسبكت، هحط معايا اللحمه تاخد غلوه مع الطماطم. بعد ما اللحمه تاخد غلوه مع الطماطم، هفضي كيس الباميه بتاعتي وهزود شوربه. خلاص يا حبايبي، وكده هسيبهم على النار لغايه لما يستوي. بعد ما يستوي تماما، خلاص غليت معانا غلوتين واستوت تماما، حطيتها في الطاجن، وحطيت عليها طشه زي بتاعه الملوخيه، كزبره، كزبره وثوم، وعملتهم وطشيتها وحطيتها في الفرن. اول ما تاخد لون من الفرن بطلعها على طول. هنا هنعمل مع بعض طبق البطاطس ده، تحفه جدا. كفته البطاطس جميل قوي بكل سهوله، وما بياخدش معانا اي حاجه. هعمل جنبه هنا رز بالطماطم، واحط الزيت، واحط معلقه السمنه، وافضي الرز واقلبه كويس قوي لغايه لما يتشوح تشويحه مع الزيت والسمنه. انا حطيتهم ملح، فلفل اسمر. هنا قطعت مع قرن فلفل اخضر، دي حاجه اختياريه، حابه تحطيه تمام، مش حابه تحطيه مفيش مشكله. فلفل اخضر على فلفل شطه، رومي وحار يعني. بعد كده بقلبهم، بعد كده بعصر الطماطم في الخلاط وبفضيها. خلاص. انا هنا حطيت نقطه ميه عشان كانت الطماطم بتاعتي طالعه من الفريزر، وخلاص ضربتها في الخلاط وحطيتها. اول ما بتتشرب كده بروح مقلباها وموطيه عليها النار تماما، وبركنها على جنب. كان معايا نص كيلو بطاطس تقريبا، سلقاه. بعد ما سلقته هرسته كويس قوي لغايه لما يبقى ناعم معايا تماما، او بيوريه تماما معايا. وبعد كده بجيب بضايه بفضيها، بتاكد انها كويسه، وبحط هنا عليها مع ملح، فلفل اسمر، بفضيها على البطاطس. خلاص يا حبايبي، بقلبها كويس قوي مع البطاطس لغايه لما تندمج، تبقى عجينه كلها واحده، تندمج كلها مع بعض بالطريقه دي. خلاص. انا هنا ضربت البدايه فضيتها على البطاطس، وهقلبهم كويس، حطيت معاهم معلقه بقسماط عشان تمسك لي الدنيا. هقلبهم كويس قوي. بعد كده هصبحها زي الكفته عادي، اللي هي الكفته البانيه دي، اللي انا بعملها مبططه كده شويه، عريضه شويه، بتبقى مبططه كده مش مدوره. حابه تعمليها مدوره تمام، حابه تعمليها دواير، حابه تعمليها قراص زي البرجر، مفيش مشكله. وبصبحها، وبعد ما بصبحها بحطها في البيض والبقسماط وبقليها. خلاص يا حبايبي، تتقدم مع رز بالطماطم بالطريقه دي، وبألف هنا وشفا. ممكن نعمل جنبها طبق سلطه،
خلاص. هنا هنعمل وصفه كمان معانا جميله جدا، هنعمل شاورمه الفراخ بطريقه سهله وجميله. حطينا هنا نص كوبايه زبادي على حسب طبعا الكميه اللي عندك، لو كيلو فراخ هنعمل الكوبايه كامله، لو نص كيلو هنعمل نص كوبايه. خلاص. هنا حطيت نص كوبايه زبادي، حطيت زيت زيتون، حطيت معلقه دبس رمان، او دي كانت معلقه صويا صوص معلش. هنقلبهم مع بعض، ملح فلفل اسمر، 7 بهارات. حطينا كمان كاري بابريكا مدخنه. ومعانا صدر الفرخه مقطعينه شرايح، شرايح رقيقه كده زي بتاعه الشاورما بالظبط. هنا حطيت رشه شطه، هقلبهم كلهم مع بعض. ممكن كده زي ما هي كده احطها في الفريزر واطلعها وقت ما احب اعملها على طول. سبتها حوالي نص ساعه. وهنا جبت طاسه معايا سخنه تماما بدون اي ماده دهنيه، واحطها فيها واشوحها لغايه لما تبدا تاخد لون معايا. اول ما تاخد لون بني معايا كده خلاص، الفراخ عندي ما بتاخدش سوا خالص. فاول ما تاخد لون بني معايا وتنزل ميتها وتشربها تاني، انا كده بتاكد ان هي خلاص استوت تماما. لان زي ما احنا قلنا الفراخ ما بتاخدش سوا. نزل الاول معايا البصل، ده بصل متقطع شرايح صغيره، يعني بعمل بصل على 4 وبعد كده بقطعه شرايح وبحطه في الاول، بعد كده بحط بقيه الحاجات بتاعتي. تمام. انا هنا الشاورما بتاعتي عليها كل بهاراتها، ملح فلفل اسمر، كاري، بابريكا مدخنه او عاديه المتوفره عندي، ال7 بهارات وببدا احطهم. خلاص. انا هنا قطعت فلفل رومي، عندنا فلفل الوان بنحط، عندنا فلفل رومي بس بنحط، المتوفر عندنا بنحطه. وفي الاخر خالص هقطع طماطم واحطها، ده كان فلفل احمر وانا حطيته. وفي الاخر خالص بدي تقليبه الفلفل مع الشاورما. واول ما بديله التقليبه دي بروح حاطه على طول، هي الخضار كله لازم يبقى مقرمش معايا. حلاوه الشاورما ان الخضار فيه يبقى فيها قرشه، ميبقاش الخضار مستوي تماما. اول ما بدي التقليبه بتاعه الفلفل بروح خلاص نازله عليهم بالطماطم. واول ما بحط الطماطم بدي تقليبه واحده بروح طافيه النار. اهم حاجه عندي ان الطماطم ما تبقاش على النار. خلاص. وحطيت هنا رشه كزبره خضراء وخلاص كده طفيت عليها. وممكن احط ادخنها بفحميه على النار وادخنها واعملها سندوتشات كده. وشاورمه الفراخ بعمل معاها توميه. تمام يا حبايبي، احنا عملنا التوميه مع بعض قبل كده، واللي حابب طريقه التوميه تكتب لي في التعليقات. تمام. ودي كانت الوصفه بتاعتنا. هنعمل مع بعض وصفه تانية اللي هي الفراخ، دي لحمه مكعبات هنعملها في طواجن صغيره. هنشوف هنعملها ازاي مع بعض. دي حته لحمه ناعمه، لازم تكون ناعمه ناعمه عشان تستوي معايا بسرعه. وهشوحها في الطاسه. انا بقطعها قطع صغيره خالص، مكعبات صغيره خالص. وهقلبها كده. لو اللحمه بتاعتي ما فيهاش دهون هحط حته سمنه، لو اللحمه بتاعتي فيها دهون بستكفى بالدهون. بقشر فصين توم وادقهم واحطهم على اللحمه. خلاص. بعد ما بحط التوم واديله تشويحه كده، لو انا حسيت ان اللحمه بتاعتي ناشفه بزود لها معلقه سمنه. تمام. بديهم تشويحه. هنا كان عندي بصل في الفريزر طلعته وحطيته معاها، بشرت طماطميه. هحط الطماطميه المبشوره على اللحمه. هنا يفضل ان الطماطم تكون مبشوره. كان عندي حته جنزبيل فريش قطعتها عليها، اقلبها تقليبه، زودتها شويه ميه. بعد كده هعبيها في الطواجن الصغيره اللي عندي دي، حطيت عليها عود كزبره. هعبيها في الطواجن بتاعتي الصغيره دي واحطها في الفرن تاخد تشميع. خلاص يا حبايبي. هنا بقى كانت الوصفه بتاعتنا معانا تقريبا، دي كانت اخر وصفه. هنشوف هنعمل ايه مع بعض. هنا جبنا بصل، قطعنا شوحنا شويه بصل وحطينا عليه فلفل كتير كده. بعد كده هنحط زي ما احنا شايفين السي فود. يبقى دي كانت اخر وصفه معانا. قلنا نختم بالسي فود بتاعنا. عندي جمبري، كابوريا، سمك فيليه، بقلبهم كلهم مع بعض، بينزلوا بالترتيب حاجات بسيطه لان هم اصلا كلهم ما بياخدوش معايا سوا خالص. عملت البصليه، فص الثوم، الفلفل، شوحتهم في شويه زيت، ممكن حته سمنه. وبعد كده نزلت بالجمبري والكابوريا والسمك الفيليه، ولو عندنا صبيط بنحط. وبعد كده بقلبهم كلهم مع بعض واوديه لهم. اللهم صل على النبي. ما ننساش اللي وصل معانا لغايه هنا ما ننساش اللايك والشير وسبسكرايب للقناه. وهستنى رايكم في الفيديو ان شاء الله. واللي فيه اي وصفه مش ضاعت منه حاجه يا ريت يكتب لي في التعليقات وانا ابعت له اللينك بتاع الوصفه كامله بكل الشرح. خلاص. حطيت شويه دقه من بتاعه السمك عليهم. وهنا خلاص خدوا تشويحه معايا. كان عندي طماطم ضربتها خشنه في الكبه، بعد ما ضربتها اديها تقلبتين وهفضيهم في الطاجن علشان ياخدوا التشويحه. وما ننساش عود الكرفس مهم جدا، ما ننساش هندخل الطاجن الفرن ياخد تشويحه معانا. وده هيكون شكله. احنا هنا زودنا شويه ميه صغيرين عشان انا الولاد عندي بيحبوا الصوص بيحطوه على رز، فزودت شويه ميه صغيرين. انما انت لو مش هتحطي الصوص بتاعه على رز ما تزوديش ميه، حطيه زي ما هو كده بالميته. وقطعنا قرن فلفل اخضر حطيناه فوق الوش وندخله الفرن ياخد التشميعه بتاعته. ده هنا كان عندي كرفس، نحط كرفس او شبت. وده السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.